السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من بودكاستكم السياسي، حيث نغوص سويا في أعماق الأحداث ونكشف ما وراء العناوين. نقرأ بين السطور ونحلل بثقة، بعيدا عن الضجيج وعن الروايات المعلبة. في هذه الحلقة نسلط الضوء على تطور دبلوماسي بالغ الأهمية، يحمل في طياته رسائل سياسية عميقة قد تعيد رسم ملامح العلاقات الدولية في المنطقة المغاربية، وتؤسس لمرحلة جديدة في ملف الصحراء المغربية. الصين، ذلك العملاق الاقتصادي والسياسي والذي اعتاد أن يمسك أوراقه بإحكام ولا يلوح بمواقفه إلا بعد دراسة دقيقة، يبعث اليوم من الرباط إشارات قوية تفهم بوضوح كتمهيد فعلي نحو الاعتراف الرسمي بسيادة المغرب على صحرائه. ما الذي دفع الصين إلى إعادة تموضعها بهذا الشكل؟ وهل نحن أمام تغيير استراتيجي في توازنات القوى الدولية تجاه هذا الملف الحساس؟ هذا ليس تصريحا عابرا ولا مجرد نشاط دبلوماسي عادي، بل هو تحرك محسوب يأتي في سياق زخم سياسي متصاعد وتطورات إقليمية تستحق أن نقف عندها بتأمل وتفكيك. حلقة اليوم لن تكون مجرد عرض للأحداث، بل رحلة تحليلية عميقة نقسمها على 3 محاور، نكشف فيها خلفيات العلاقة المغربية الصينية، ونفكك الرسائل الخفية التي حملتها التصريحات الدبلوماسية الأخيرة، لنختم برؤية مستقبلية لما قد تعنيه هذه التطورات في سياق قضية الصحراء المغربية. فابقوا معنا، لأن التفاصيل هنا تصنع الفرق، ولأن فهم السياسة يتطلب أن نرى ما لا يقال. قبل أن نكمل هذا التحليل، لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. مشاركتكم تهمنا وتشجعنا على تقديم محتوى أكثر عمقاً وفائدة. والآن لنكمل معا التفاصيل. في خضم التحولات التي يشهدها المشهد الجيوسياسي الدولي، وتحت ضغط التوازنات الجديدة التي تفرضها المصالح العابرة للقارات، تبدو العلاقات المغربية الصينية كأنها تدخل مرحلة إعادة تموقع استراتيجي تتجاوز مجرد التعاون الاقتصادي أو الشراكة الدبلوماسية التقليدية. فالصين، الدولة التي بنت سياستها الخارجية على مبدأ عدم التدخل العلني في قضايا السيادة، تبدأ اليوم في إرسال إشارات صريحة تقرأ بوضوح في اتجاه دعم موقف المغرب من قضية وحدته الترابية. هذه الإشارات لم تأتي عبر تصريحات ارتجالية، بل جاءت من قلب العاصمة الرباط، في ندوة فكرية نظمتها مؤسسات ذات طابع أكاديمي وثقافي، بحضور سفير جمهورية الصين الشعبية وعدد من الشخصيات الدبلوماسية والأكاديمية، ما يضفي على الحدث طابعا رسميا غير مباشر، لكنه غني بالرمزية. اختيار الرباط كمسرح لهذا الخطاب ليس بالأمر العابر، فالعاصمة المغربية أصبحت في السنوات الأخيرة منابر متقدمة لنقل الرسائل الدولية، بفضل موقعها السياسي والدبلوماسي المتنامي وارتباطها بشبكة واسعة من الشراكات الاستراتيجية. وقد بدا جليا أن السفير الصيني السيد لي تشانغلين لم يأتي فقط لتكريم ربع قرن من العلاقات بين الرباط وبكين، بل أراد من خلال استحضار اللحظة التاريخية التي دعم فيها المغرب انضمام الصين إلى الأمم المتحدة أن يذكر بمنطق المعاملة بالمثل، وبأن الوفاء في العلاقات الدولية لا ينسى. الاستدعاء الذكي لتاريخ العلاقات بين البلدين، تحديداً من طرف ممثل دولة تعد من أكثر الأنظمة انضباطاً في انتقاء كلماتها الرسمية، يشير إلى أن بكين تعيد تقييم مكانة المغرب في استراتيجيتها الإفريقية والدولية، خاصة في ظل التغيرات التي طرأت على تحالفات القوى الكبرى في شمال إفريقيا. فالصين التي تعمل على تعزيز وجودها الاقتصادي والدبلوماسي في القارة، تدرك أن المغرب اليوم ليس مجرد دولة إفريقية، بل هو بوابة عبور للعمق القاري، وفاعل مركزي في استقرار المنطقة، وشريك موثوق في مجالات حيوية مثل الطاقة، البنية التحتية والتكنولوجيا. كل هذه المؤشرات تجعل من التصريحات الصادرة عن السفارة الصينية أكثر من مجرد مجاملة بروتوكولية، فهي تعكس إدراكا صينيا متزايدا بأن المسألة الترابية المغربية ليست قضية داخلية فحسب، بل أصبحت معيارا حقيقيا في العلاقات الدولية واختبارا لمواقف الدول من الشرعية والسيادة. ولذلك فإن ترجمات مفصلة لملف الصحراء إلى اللغة الصينية وتوصيات رسمية تم رفعها إلى بكين تكشف عن نضج جديد في طريقة تعاطي الصين مع الملف، وترفع من منسوب التوقعات بشأن موقف مستقبلي أكثر وضوحا من طرفها.
ولعل هذا ما يجعل المرحلة الحالية مناسبة لتحليل أعمق حول طبيعة هذا التحول في الرؤية الصينية، والوقوف عند جذور الشراكة المغربية الصينية، وكيف انتقلت من التعاون التقني والتجاري إلى ما يشبه التحالف الاستراتيجي متعدد الأبعاد. هذه الدينامية المتطورة في العلاقات بين البلدين تمثل نقطة انطلاق مهمة لفهم ما ستشهده المرحلة المقبلة، خصوصاً أن الصين لا تتعامل مع المغرب من منطلق ظرفي أو تكتيكي، بل تنظر إليه كجزء من رؤية بعيدة المدى لإعادة تشكيل توازنات القوى في القارة الإفريقية وربما في العالم النامي بأسره. بكين التي نجحت في تقديم نفسها كقوة بديلة للنموذج الغربي تراهن على شركاء مستقرين يمتلكون رؤية إقليمية واضحة، وهو ما يتجلى في المقاربة الصينية تجاه المغرب التي تجمع بين الاحترام السيادي والدفع نحو شراكات تتجاوز الحدود التقليدية للاستثمار أو التبادل التجاري. الحديث الذي جاء على لسان الدكتور ناصر بوشيبة حول ضرورة استلهام النموذج التنموي الصيني لا يعبر فقط عن إعجاب أكاديمي، بل يعكس إدراكاً متزايداً داخل النخبة المغربية لأهمية التحول نحو شراكات معرفية وتكنولوجية تتجاوز منطقة الزبون والمورد. فالصين كما أشار بوشيبة لم تبني نهضتها على موارد طبيعية أو صدفة جيوسياسية، بل على تخطيط طويل الأمد واستثمار كثيف في البحث والابتكار وتطوير مؤسسات تضمن استمرارية السياسات. وهذا تماما ما تفتقر إليه العديد من الدول الإفريقية التي لم تخرج بعد من عباءة التبعية للمعونات أو التوجيهات الخارجية. ما يثير الانتباه في هذا السياق هو أن بكين لا تفرض شروطا سياسية صارمة على شركائها، لكنها تراهن على تبادل الثقة والاحترام الاستراتيجي، وهي مقاربة جعلت المغرب مؤهلا ليكون ضمن الدائرة الضيقة لشركاء الصين الموثوقين. وهذا ما يفسر التوسع المضطرد في حجم الاستثمارات الصينية داخل المملكة، لا سيما في مشاريع البنية التحتية الكبرى والطاقة المتجددة والمناطق الصناعية المتقدمة. هذا التوجه يعكس تحولا نوعيا في مسار التعاون بين البلدين، حيث أصبح يبنى على قاعدة المصالح المتبادلة مع نزوع واضح نحو مشاريع تحمل طابعا استراتيجيا بعيد المدى وليس مجرد صفقات تجارية موسمية. وعندما نتأمل طبيعة الخطاب الصيني تجاه المغرب وخصوصا فيما يتعلق بقضية الصحراء، يتضح أن هناك تدرجا مدروسا في الانتقال من الحياد الرمزي إلى الانخراط الدبلوماسي المتزن، بل وربما إلى دعم سياسي صريح في المستقبل القريب. فاللغة التي استخدمتها السفارة الصينية في الرباط، خاصة من خلال الإشارات الرسمية إلى المكون الصحراوي الحساني ضمن الهوية المغربية، تكشف عن صيغة دبلوماسية محسوبة تهدف إلى تمهيد الأرضية لموقف أكثر وضوحا دون التسرع أو الاصطدام مع مواقف أخرى قائمة. هذا التحول في اللغة والمضمون ينسجم مع إدراك الصين المتزايد للدور المتنامي الذي بات يلعبه المغرب على مستوى القارة الإفريقية، ليس فقط كفاعل اقتصادي، بل كقوة إقليمية مؤثرة في الأمن والاستقرار والتوازنات الاستراتيجية في شمال وغرب إفريقيا. من هنا يمكن القول إن بكين أصبحت ترى في المغرب ركيزة ضرورية لأي استراتيجية ناجحة في المنطقة، سواء تعلق الأمر بمبادرة الحزام والطريق أو بمساعي الصين لتعزيز نفوذها الجيوسياسي في ظل التنافس الدولي المتصاعد. إن المغرب كما أظهر خلال السنوات الأخيرة بات يتقن لعبة التموقع الذكي في الساحة الدولية، فهو بلد يراكم الشراكات دون الارتهان وينفتح على القوى الصاعدة دون أن يفرط في تحالفاته التقليدية، ويمضي في نهج التعددية الاستراتيجية التي تسمح له بالمناورة وفرض حضوره في ملفات إقليمية كبرى. ومع الصين يبدو أن المملكة تضع هذا المنطق قيد التطبيق، حيث تسعى إلى الانتقال من مرحلة التعاون العمومي إلى مرحلة الشراكة العميقة التي تمس مجالات حيوية مثل التكنولوجيا، الطاقة، التعليم والأمن الغذائي. لكن من المهم الإشارة هنا إلى أن الصين لا تمنح أوراقا سياسية دون مقابل، فهي وإن كانت لا تفرض شروطا صريحة إلا أنها تنتظر من شركائها مواقف متسقة مع مصالحها الكبرى، سواء فيما يتعلق بتايوان أو بالاستقرار في المحيط الآسيوي أو حتى بمسائل التجارة العالمية. ولذلك على المغرب أن يدير هذا المسار بحكمة، بحيث يحافظ على استقلاليته ويفعل في الوقت ذاته أدواته الدبلوماسية لتثبيت مواقفه الحيوية، وعلى رأسها قضية وحدته الترابية.
كما أن على النخبة السياسية والإعلامية المغربية أن تستوعب أن الشراكة مع الصين ليست مجرد عنوان للتفاخر أو التقاط الصور، بل هي فرصة لتحديث أدوات التفكير الاستراتيجي وإعادة ترتيب الأولويات الوطنية بما يتماشى مع منطق العولمة الجديدة التي لم تعد تدار من مراكز القرار التقليدية وحدها، بل تشهد بروز قوى جديدة تمتلك أدوات التأثير والتغيير. وهنا أود أن أشارككم رأيي من منظوري الشخصي. أرى أن المغرب إذا استثمر هذا التحول الصيني باستراتيجية متماسكة قائمة على التفاوض الصلب ونقل المعرفة وبناء شراكات متوازنة، فإنه قادر على فرض ملف الصحراء كقضية استقرار إقليمي وليس فقط كقضية نزاع سياسي. فالصين تدرك جيداً أن الاستقرار في شمال وغرب إفريقيا لا يمكن أن يتم دون حسم هذا الملف، وإن كان بشكل غير مباشر. ولذلك فإن المغرب يملك اليوم لحظة نادرة يجب ألا تهدر. وأنت كمستمع أو مشاهد، كيف ترى هذا التقارب المغربي الصيني؟ وهل تعتقد أن اعترافاً رسمياً من بكين بمغربية الصحراء قد يكون وشيكاً؟ شاركني رأيك في التعليقات، ودعنا نفتح هذا النقاش معاً. إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة من بودكاستنا السياسي. شكراً لكم على المتابعة. لا تنسوا الاشتراك ومشاركة الحلقة مع من يهمه هذا النوع من التحليل. ألقاكم في حلقة قادمة ودمتم بخير.